طب يلا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا احنا ماشيين في المزرعه النموذجيه عندنا شارع سيوه. عندنا حاجه حلوه قوي، احنا عايزين الشغل يشتغل ليل ونهار. فعملنا ايه؟ ركبنا عمدان بطول المزرعه بالليل، بحيث ان احنا يبقى عندنا يعني احنا عايزين نعمل يعني نموذج لجنه ربنا على الارض، بحيث ان المستثمر العادل لما يجي يشوف هو ده النموذج اللي احنا بننقله وبنكرره للمستثمرين مش في المستقبل، في ارضهم، بحيث ان احنا عندنا النهارده يبقى عندنا الزراعات الحديثه، وعندنا ري ليلي، وعندنا شغل نحول المزرعه لحياه حقيقي. العامل والمهندس لما يبقوا قاعدين في المزرعه بايتين ويلاقي نفسه قاعد في مزرعه في قلب الصحراء، ويلاقي منور، ويلاقي الطاقه شمسيه، ويلاقي بطاريات وبنور زي ما احنا عاملين. على فكره احنا في عمق سيوه، في عمق الصحراء، ويلاقي الطرق منوره. وانا خسرت ايه؟ خسرت بطاريه ب 100,000 ونورت الطرق الرئيسيه في قلب المزرعه اللي في عمق الصحراء. يبقى انا ضمنت ان انا لو انا عندي شغل ليلي لحد الساعه 10 بالليل و11 بالليل، احنا بنعمل على شغل شغالين 24 ساعه شغالين. عندنا شغل ليلي، ان احنا برضو احنا هنعمل في المزارع جوه، هنعمل احواض كبيره علشان نسحب منها ري ليلي بالليل، لان في الصيف وفي التبخير عالي، فالري الليلي هيبقى مهم جدا. فاحنا بننقل حياه جوه الصحراء. الناس اللي قاعده مقيمه في المزرعه تحس ان هي قاعده في يعني في حياه. يعني حتى احنا بنعمل نموذج المزرعه الاقامه المتكامله، اكلك وشربك واقامتك ودنيتك كلها داخل المزرعه، كله داخل المزرعه. طبعا مش هننسى حاجه، ان احنا مثلا بعد الساعه 11 بالليل بنطفي الانوار ديت. ليه؟ ودي حاجه علميه على فكره، ان احنا نطفي الانوار بعد الساعه 12 او 1 بالليل، بحيث ان ايه؟ النخل يعمل سكون. فاحنا قلنا كده نشارككم معانا لحظه كده من قلب الارض، ودي حاجه جميله جدا. واحنا بنشكر كل فريق العمل على المجهود اللي بيتم، وعلى الحياه اللي بتتنقل في الصحراء بمفهوم جديد ومفهوم مختلف. ممكن نبقى عندنا فكر متطور شويه، بنطرح بعض الافكار وبنشوف بعض الاراء فيها الفنيه والعلميه، ونبدا نشوف ايه اللي يعمل بيئه جاذبه للاستثمار، وبيئه متكامله ومفيده للناس اللي قاعده بتدير الارض ومقيمه في الارض. ده اللي احنا بنعمله عندنا في بشير سيوه.